بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى في المحاضرة الثالثة في الفسيولوجي اللي هي الرابعة في المنهج. المنهج هنا مترقم على حسب ال- محاضرات البايو والفسيو مع بعض، لكن دي المحاضرة الثالثة فسيولوجي بعنوان السيل ممبرين. في المحاضرة دي احنا هناخد البيزك ستراكشر والفانكشن بتاع الهيومن سيل، وهنتكلم على السيل ممبرين كستراكشر وفانكشن تركيب ووظيفة، ثم هنتكلم على الترانسبورت، وان الترانسبورت عندنا انواع: باسيف ترانسبورت اللي هو اسمه الديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن، والاكتيف ترانسبورت اللي هو عباره عن نوعين: اكتيف ترانسبورت برايمري وسكندري، وبالك ترانسبورت اللي هو اندوسايتوزيس واكزوسايتوزيس. واظن ان الترانسبورت عندكم فكره عنه من اللي انا شرحته في الهيستولوجي قبل كده، لكن برضه هنشرحه بالتفصيل. طيب سريعا كده ناخد الجزء اللي هو احنا اصلا واخدينه في الهيستولوجي وفاهمينه. السيل دي البيلدينج بلوك بتاع الهيومن بودي، دي الاستراكشرال يونت اند في فانكشن يونت بتاع الهيومن بودي، يبقى دي البيلدينج يونت او البيلدينج بلوك. طب دي الخليه عندنا عباره عن عباره عن سيل ممبرين، عباره عن نيوكليوس، عباره عن سيتوبلازم. كل ماده لما بتيجي تشتغل بتعتمد ان انت مش واخد حاجه في مواد تانية، فبتبدا تديك البيزكس البسيطه اللي انت المفروض تكون عارفها. طيب بيقول لي هنا ان في ممبرينس اورجانيل ونون ممبرينس اورجانيل. نيجي نتكلم على السيل ممبرين. السيل ممبرين ده ده الغشاء الخارجي، ده الاوتر باوندير بتاع الخليه اللي بيحمي الخليه وبيمثل او بيمثل العازل ما بين داخل الخليه وخارج الخليه، اللي هو الاكسترنال انفايرومنت المحيطه بالخليه. طيب له سيلكتيف بيرميابيليتي، ودي اهم حاجه، وقلت لك سيلكتيف بيرميابيليتي ليها اسم تاني اللي هو السيمي بيرميابل، اللي هو شبه نفاذ. تمام، يعني يسمح بمرور بعض المواد ويمنع مواد اخرى، يبقى بيرميت الباسج بتاع سيرتين سبستانس مواد معينه وبريفنت اذر. فيري سن، فهو تقريبا 75 انجستروم. تمام، ده اللي هو السمك بتاعه. طيب الكيميكال ستراكشر او الكيميكال كومبوزيشن، اتفقنا ان هو عباره عن فوسفوليبيد او ليبيد وبروتين ودهون. لما جينا اتكلمنا عن الفوسفوليبيد في الهيستولوجي قلنا ان الفوسفوليبيد عندنا عباره عن فوسفوليبيد باي لاير. كل فوسفوليبيد لاير عباره عن هيد وتيل، كنت بقول لك كده ده الفوسفوليبيد باي لاير. الهيد بتاعتي ديت بره ووتر سيليبل، بتحب الميه، فبسميها هيدروفيليك محبه للماء لانها جزء مكون من فوسفات. ثم في عندي شريطين من الدهون دي ما بتحبش الميه فهي فات سيليبل، يبقى بتكره الميه، يعني هيدروفوبيك. فوبيك جاي من كلمه فوبيا، بتكره الميه. طيب الجزء ده عباره عن كوليسترول، يبقى ده ليبيد بارت بيحتوي على كوليسترول. طيب بيقول لي هنا ان الفوسفوليبيد ده عندي منه طبقتين مترتبين ازاي: الهيد ناحيه بره وناحيه جوه، والتيل ناحيه جوه الممبرين. يعني الهيد مواجهه للسيتوبلازم، مواجهه للاكسترا سولار فلويد اللي هو الاندرستيشال فلويد، ومواجهه للسيتوبلازم جوه، فهي مواجهه دايما للميه، مواجهه من الميه بره ومواجهه للميه جوه. طب التيل، لا التيل متجمع جوه. فبيقول لي ان السيل ممبرين عندنا بيتكون من تو لاير اللي هما باي لاير، فبنسميه فوسفوليبيد باي لاير. عندي الهيدروفيليك فوسفات هيد بتبقى دايركتد اوت وورد وان وورد، ناحيه الخارج وناحيه الداخل. والهيدروفوبيك تيل بتبقى دايركتد فين؟ في الانتيريور بتاع الممبرين اللي هو داخل الممبرين. طيب بالنسبه للبروتين، البروتين اتفقنا ان البروتين عندنا نوعين. البروتين الاول عباره عن بيبتايد تشين اللي هي سلاسل من الامينو اسيد. الكيميكالي بتاعها يا اما بيور بروتين يا اما كونجوجيتد بروتين. البيور بروتين اللي هي بروتينات بس. طب الكونجوجيتد قلنا مرتبطه بمين؟ بكربوهيدرات او مرتبطه بليبيد. المرتبطه بكربوهيدرات اسميها جلايكو بروتين، طب واللي مرتبطه بليبيد اسميها لايبو بروتين. طيب البروتينات عندنا من حيث او التشكيل او الوجود بتاعها في السيل ممبرين نوعين. في بروتينات طرفيه موجوده في طرف واحد من السيل ممبرين، وفي بروتينات واخده الطول بتاع السيل ممبرين كله او واخده الشكل بتاع الممبرين كله. اللي واخد جزء من السيل ممبرين بسميه البريفرال بروتين. ده موجود على الاوتر سايد او على الانر سايد، على الانر سايد اهو وعلى الاوتر سايد اهو، ده اسمه البريفرال بروتين. وده بيبقى لوسلي اتاتشد، خدنا كده في الهيستولوجي لوسلي اتاتشد، بيتفصل بسهوله. لكن الممبرين اللي واخد السمك كله ده اسمه اسمه الانتجرال بروتين، بسميه ترانس ممبرين. ترانس ممبرين يعني مهاجر في كل ممبرين كله، يبقى ترانس ممبرين بروتين او انتجرال بروتين. ده طبعا ثرو ذا ممبرين، ده بيبقى فيرملي اتاتشد، ماسك بشكل قوي جدا.
طيب تعالى ناخد الفانكشن بتاع السيل ممبرين بروتين. قال لي والله السيل ممبرين بروتين بيعمل كريسبتور مستقبل، سيرفيس ريكوجنيشن سايت، سيلف انتيجين، الكلام ده كله. الممبرين او البروتين اللي موجود على الممبرين ده بيعمل كريسبتور، بيستقبل اشارات من بره. او لو في خليه مناعيه مثلا معديه وبتقول للخليه دي انت مين، يقوم الريسبتور ده رادد قايل انا خليه تبع الجسم ما تهاجمنيش، تقوم الخليه المناعيه مكمل من غير ما تهاجم، فبسميها سيلف انتيجين اللي هو الانتيجين الخاص بيه. ايه الانتيجين ده؟ الانتيجين ده بيبقى مولكيول الجهاز المناعي بيتعرف عليه. كل الخلايا بتاعتنا فيها انتيجينات بسميها السيلف انتيجين، يعني الانتيجينات بتاعتي انا كشخص، فجهاز المناعه بتاعي ما يهاجمنيش. لكن الخلايا البكتيريه بيبقى عليها الموليكيولز او الريسبتورز بتاعتها دي، الانتيجينات دي غريبه عن الجسم، فالجهاز المناعي هنا يتعرف عليها ويبدا يهاجمها. تمام؟ فبنقول ان الممبرين بروتين عباره عن ريسبتور سيلف انتيجين اللي هي السيلف ريكوجنيشن سايت، مهمه جدا لجهاز المناعه علشان يفرق ما بين السيلف انتيجين والنون سيلف انتيجين. النون سيلف انتيجين اسمه الفورين بودي اللي هو الجسم الغريب، وطبعا ان انا سيلف انتيجين ده بيمنع الخلايا المناعيه انها تهاجم الجسم، يبقى preventing the body from attacking itself، ان هو يهاجم نفسه. طب لو هاجم نفسه يبقى دي اسمها اوتو اميون ديسيز. يبقى في كلمه اوتو اميون ديسيز مرض مناعي الجهاز المناعي بيهاجم نفسه. ليه؟ بسبب خلل يا اما في الجهاز المناعي انه ما عادش عارف يتعرف على السيلف انتيجين، يا اما السيلف انتيجين شكله اتغير فبقت خليه غريبه. تمام؟ تاني حاجه في الممبرين بروتين انه بيعمل كبامب، مضخه، ان ده السيل ممبرين يكون لي هنا مضخه، المضخه دي تشتغل بطاقه فاسمها اكتيف بامب، تنقل لي ايونات مثلا صوديوم وبوتاسيوم فبسميها صوديوم بوتاسيوم بامب. تعمل كريسبتور كمستقبلات، ادي سطح الخليه ادي مستقبل فيه هرمون معين جاي يشتغل على الخليه هي اللي تستقبله وتشوفه وتبدا تعمل الاشاره بتاعته، او كيميكال ترانسميتر زي النيورو ترانسميتر مثلا ايونات ماده زي الادرينالين، النور ادرينالين، الاسيتايل كولين، دي نيورو ترانسميتر تعمل كريسبتور للنيورو ترانسميتر وللكيميكال ترانسميتر وللهرمونات دي. كمان بيقول لي تعمل كانزيم، ودي دايما اللي هي البريفرال بروتين اللي موجوده جوه الخليه دي بتبقى انزيمات، لو في ماده هنا تيجي تتفاعل معاها وتعمل لي تفاعل معين، فبتعمل كانزيم اكت از انزيم زي الادينايل سايكليز انزيم. الادينايل سايكليز انزيم ده بيعمل كاتالايز للفورميشن بتاع السايكليك اي ام بي الى اي تي بي علشان احول الاي ام بي اللي هو ادينوزين مونوفوسفات في فوسفاتايه واحده الى ادينوزين تراي فوسفات في 3 فوسفات، عايز الادينايل سايكليز انزيم ده، فده انزيم موجود عباره عن بروتين. كمان تعمل ككارير، واتكلمنا في الكارير ده في الهيستولوجي وقلت لك ان الكارير ده بتبقى ماده موجوده علشان تساعد المواد انها تعدي من الليبيد بايلير، وانا هشرح دلوقتي الترانسبورت. وقلنا ان الكارير ده له انواع، يونيبورت يعني بينقل ماده واحده في دايركشن واحد، يعني ادي الممبرين ادي الكارير وادي الماده بنقلها كده، يبقى ده اسمه يونيبورت. وفي السيمبورت اللي هو بينقل لي مادتين او اكتر في نفس الاتجاه فاسمه سيمبورت، اللي هو كو ترانسبورتر، كو يعني نقل بالتعاون بالتساعد، يبقى احنا الاثنين هنمشي في نفس الاتجاه. سيمبورت كو ترانسبورت اللي هو كو ترانسبورت اوف مور ذان وان سبستانس في اونلي وان دايركشن في اتجاه واحد. في بقى الكارير اللي بينقل في انتي بورت، انتي بورت يعني مادتين، ماده جوه وماده بره، هجيب ده ادخلها واجيب ده اخرجها، بس اسمها اسمها انتي بورت. opposite direction بنقل اكتر من ماده، transport one substance in one direction in exchange for another in the opposite direction، يعني بالتبادل واحده تدخل واحده تخرج، زي الصوديوم بوتاسيوم بامب مثلا بتنقل لي 3 صوديوم بره الخليه وبتدخل لي 2 بوتاسيوم جوه الخليه، يبقى ده يوني بورت، ده سيم بورت، وده الانتي بورت. يبقى دي كده مين؟ الكارير. كمان بتعمل كتشانل، شانل هنا يعني قنوات، يعني ادي السيل ممبرين هي عامله لي قناه، القناه دي بتبقى فجوه موجوده في الممبرين بيعدي من خلالها الووتر سوليبل سبستانس. ليه؟ لان الممبرين ده ليبيد، فوسفوليبيد دهني، وطالما دهني مفيش مواد تقدر تعدي فيه اللي هي المواد الووتر سوليبل، فبالتالي الووتر سوليبل دي محتاجه فجوات، محتاجه قنوات تعدي فيها زي الايونات مثلا، فهي عباره عن تشانل. طب لو جيت اقول الريسبتورز دي بريفرال بروتين لانها تبقى موجوده على السطح بس،
الاكتيف بامب دي تبقى ترانس ممبرين بروتين او انتجرال بروتين لو عايز تكتب الكلام ده لانه بيجي MCQ. الريسبتور دي بريفرال بروتين. طب الانزيم دي بريفرال بروتين موجوده جوه. الكارير دي بتبقى ترانس ممبرين بروتين او انتجرال بروتين. التشانل دي ترانس ممبرين بروتين او انتجرال بروتين. طيب عايز يقول لي انواع التشانل، انواع السيل ممبرين تشانل. بص كده معايا، في بوابات مفتوحه باستمرار. خلينا اجيب لكم الرسمه هتفهموا منها اكتر. ادي الجزئيه بتاعت الايه، البروتين ايون تشانل. بيقول لي في عندي خاصيه اسمها الجيتنج. يعني ايه الجيتنج؟ يعني قدره البوابه انها تفتح وتقفل. في بوابات ملهاش القدره دي فبسميها الليك ايون تشانل. يعني ايه ليك؟ كلمه ليك يعني ضعيف، ليكج يعني بيسرب، فدي بتسرب فعلا لان ملهاش بوابه، فهي مفتوحه باستمرار زي دي كده. شوف ملهاش بوابه، الايونات عماله تدخل وتخرج، وبالتالي دي ملهاش سيلكتيف بيرميابيليتي. بص انا عندي البوابات اللي هي البروتين ايون تشانل دي ووتري باسواي، هي موجوده في الايه الانتجرال سيل ممبرين بروتين، بتعدي الايونات. ليها خاصيتين، اول خاصيه سيلكتيف بيرميابيليتي، انها نفاذيه اختياريه، بتحدد ايه مواد معينه تعدي ومواد معينه ما تعديش. طيب وشوف هنا، وبتحدد كمان كميه المواد. يعني كلمه سيلكتيف بيرميابيليتي انها تحدد نوع الماده وكميتها. تمام. فهنا في الليك انا ولا بحدد نوع ولا بحدد كميه، اللي عايز يعدي يعدي. فدي اسمها الايه، الاولويز اوبن، اللي هي الليك ايون تشانل. زي مين؟ زي الليك بوتاسيوم ايون تشانل، ودي المسؤوله عن الريستنج ممبرين بوتنشال، وهناخد الكلام ده ان شاء الله. يعني ايه ريستنج ممبرين بوتنشال؟ بس افتكر لحد ما نروح هناك ان الليك بوتاسيوم ايون تشانل مسؤوله عن الريستنج ممبرين بوتنشال. طيب عندي كمان نوع تاني اللي هو بقى الجيتنج، اللي هو الفولتج جيتد واللايجند جيتد. كلمه فولتج يعني ايه؟ فولت يعني كهرباء، يبقى فولتج جيتد يعني كهربيه. يعني ايه كهربيه؟ يعني بوابه بتفتح وتقفل بالكهرباء. عندما يحدث تغير في الكهربيه بتاعه الممبرين، ما احنا عارفين ان الممبرين ده جوه الخليه، خدتوا الكلام ده في ثانوي زمان، جوه الخليه كان سالب وبره الخليه كان موجب. فلما يحصل تغير في الكهربيه وجوه الخليه يبقى موجب وبره الخليه يبقى سالب، تقوم هي فاتحه. فدي فولتج جيتد، يبقى اوبن لما الممبرين بوتنشال اللي هو فرق الجهد بتاع الممبرين يوصل حد معين. ودي ليها سيلكتيف بيرميابيليتي. ليه؟ لان لم هتعدي كميه معينه من الصوديوم مثلا، الكميه دي هتعمل لي تغير معين، لما التغير ده يزيد عن قيمه معينه هتقوم قافله. ما هي مثلا بتفتح لما الممبرين يكون من موجب 10 لموجب 20. طب دلوقتي الممبرين كان سالب ايه؟ سالب 10، فضل يزود الموجب 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 لحد ما وصلت موجب 20، ابدا اوصل موجب 22 موجب 23، تقوم قافله بقى. ما هي خلاص هي بتفتح في رينج معين. يبقى دي كده حددت لي النوع وحددت لي الكميه. تمام. في عندي فولتج جيتد صوديوم وفولتج جيتد بوتاسيوم وفولتج جيتد كالسيوم. يبقى دي للكالسيوم بس، للصوديوم بس، البوتاسيوم بس، لما الكهربائيه تبقى ايه قيمه معينه. ودي مسؤوله عن الجنريشن بتاع الاكشن بوتنشال، مسؤوله عن الديبولاريزيشن. اعرف الكلمه دي لحد ما ايه ما ناخدها. مسؤوله عن الديبولاريزيشن. تمام. اللي هي الفولتج جيتد صوديوم تشانل. طب اللايجند جيتد، كلمه لايجند جيتد يعني عليها هنا ريسبتور، دي بسميها البوابه بمفتاح. لو المفتاح جه ارتبط بالايه بالمكان بتاعه البوابه تفتح، ما ارتبطش البوابه ما تفتحش. ودي نون سيلكتيف. ليه؟ لان ساعه ما بفتح المفتاح بتتحول الى ليك، بتبقى مفتوحه، اي حد عايز يعدي يعدي. دي زي مين؟ زي الكولينرجيك ريسبتور الموجوده في الموتور اند بليت، يعني موجوده في المصل، واعرفها برضو لحد ما نروح لها وناخدها. ودي اسمها لايجند جيتد ايه تشانل. يبقى عندي ليك ايون تشانل، فولتج جيتد ايون تشانل، ولايجند جيتد ايون تشانل. ودي انواع البوابات. نيجي ناخدهم هنا زي ما مكتوبين. بيقول لي اهوت نون جيتد تشانل اللي هي اسمها ليك تشانل، ودي always open all the time allow الباسج ايه of some ايه ايون all the time برضه. طيب يبقى دي اسمها ليك تشانل. طب الجيتد في عندنا فولتج في عندنا لايجند. الفولتج بتفتح وتقفل على حسب الايه الممبرين بوتنشال. بوتنشال يعني جهد، وكلمه جهد يعني فرق جهد، يعني الفرق بين جوه الخليه وبره الخليه، دي اسمها الممبرين بوتنشال لحد ما نشرح الكهربيه. طيب اللايجند جيتد تشانل، قال اللايجند جيتد تشانل دي لا، دي بتفتح وتقفل ان ريسبونز تو الايه البايندينج اوف كيميكال سبستانس. الكيميكال سبستانس اللي بتربط دي بسميها لايجند. ولايجند هنا مش ماده اسمها لايجند، لا، اي حاجه هتربط في التشانل دي وتفتحها اسميها اللايجند بتاعتها، زي المفتاح بتاعها كده. تمام. في عندي اكسترنال لايجند وفي عندي انترنال لايجند، وده نوع بقى ايه خاص. الاكسترنال لايجند ان دي ماده زي نيورو ترانسميتر ناقل عصبي او هرمون هيجي يرتبط بايه بسطح البوابه،
فيفتح لي البوابه من بره. طيب وفي انترنال لايجند ده هيرتبط من جوه فيفتح لي البوابه من جوه، بيقول لي ده انر سيرفيس ايه اوف سيل ممبرين زي الكالسيوم والسايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي يرتبط بالبوابه ده عشان يدخل لي ايون معين، الكالسيوم يرتبط بالبوابه من جوه عشان يفتح لي البوابه ويدخل لي ايونات معينه. طيب في بقى نوع ثالث اسمه الميكانيكال جيتد تشانل، وكلمه ميكانيكال هنا بتستجيب للاسترتش او للبريشر، بمعنى بتفتح وتقفل بالاسترتش او بتفتح وتقفل بالبريشر بالضغط، ودي بوابات خاصه هندرسها ان شاء الله. كده احنا خدنا الايه التايبس بتاع الممبرين تشانل. بعد كده هنتكلم ان شاء الله عن الترانسبورت، وانا هخلي الترانسبورت في فيديو لوحده بحيث ان هو ايه يبقى فيديو شامل وكامل، وان شاء الله الترانسبورت هنزله لكم على الابلكيشن.